القصة الأولى. أحداث هاد القصة كيدورو في واحد الحي معروف بالهدوء المبالغ فيه، زنقة طويلة، الضوء صفر، والديور تقريبا كاملة متشابهة. الناس كيناسو مع 10 ديال الليل، وما كيبقى في الزنقة غير صوت الريح وشي قطوط كيدابزو. الدار رقم 17 كانت ديما مختلفة، عمر شي واحد شاف عندهم الضياف ولا سمع حتى صوت التلفازة عندهم. غير حاجة وحدة اللي كانت كتشد انتباه الساكنة، كل ليلة مع 3 الفجر بالضبط كيشعل الضو ديال الصالون وكيطفى بعد دقائق قليلة. مول الدار عبد القادر كان كيخرج غير مرة، وملي كيهضر الصوت ديالو واطي وكلامو كاع كان قليل. واحد النهار كانت واحد الريحة خانزة خارجة من ديك الدار. البوليس دخلو ولقاو عبد القادر جالس فوق الكرسي، عينيه محلولين وجهو مجمد، ما كاين لا دم لا فوضى لا اثر اقتحام. واحد السيد جارو كان قال بلي كان كيحسني بحال الا عارف شي حاجه وما باغيش يقولها. الطبيب الشرعي قال لك الجثه بحال شي واحد تحيد ليه النفس ولكن بلا سبب واضح. والاكثر رعبا في هذا الشيء ان الدار كانت مسدوده من الداخل، والسوايع في الدار كاملين كانوا واقفين بالضبط على 3 والضو شاعل. منين رجعوا للكاميرا لقاو شي حاجه خلات حتى المحققين يتبهروا. عبد القادر دخل الدار مع 8 د العشيه بوحدو، ومن بعد مع 3 الفجر خرج واحد الشخص من الدار، نفس الطوله نفس المشيه ونفس الوجه ديال عبد القادر، ولكن عبد القادر كان ميت في الداخل. الملف تسد، ولكن الجيران ما نساوهاش، حيت حتى دابا الضو ديال الدار رقم 17 مازال كيشعر مع 3 ديال الفجر بالضبط. في نظركم شكون خرج من الدار؟ واش ممكن انسان يواجه نسخه من راسو؟ ولا كنتي ساكن حدا الدار، واش غادي تبقى ولا غادي ترحل؟ خلي لنا الراي ديالك في الكومونتير. تخيل معايا البوليس توصلوا بتسجيل صوتي من ايميل مجهول 12 دقيقة كاملة. العنوان كان الحقيقة اللي ما بغيتوش تسمعوها. الراجل في الملف الصوتي كيقول: أنا واحد من الناس اللي حكمت عليهم بالموت ولكن ما متش. واش ممكن واحد يتحكم عليه بالموت وما يموتش؟ تفرج حتى الاخر وانت اللي خصك تقرر واش هاد القصة حقيقية ولا لا. القصة الثانية. واحد النهار البوليس توصلوا بواحد ملف صوتي غريب شي شويه وجاي من ايميل مجهول. التسجيل كانت المده ديالو 12 دقيقه، والعنوان الحقيقه اللي ما بغيتوش تسمعوها. الصوت كان ديال واحد الراجل كيبان من النبره ديالو انه هاد اكثر من القياس، وما بيناش عليه الخوف ولا الغضب، وكان كيتكلم بكلمات دقيقه. قال لهم: أنا واحد من الناس اللي حكمت عليهم بالموت ولكن ما متش. الصوت بدا كيحكي لهم على جرائم قديمة، ملفات سابق لها وتسدات، أسماء ضحايا عمرها خرجت للإعلام، وتفاصيل دقيقة بزاف على المواقع، تواريخ الجرائم، وحتى طريقة تنفيذ كل جريمة. كل كلمة كانت صحيحة 100% وكتطابق المحاضر السرية ديال الشرطة. المحققين صدموا بزاف من اللي اكتشفوا أن الصوت مطابق تماما لواحد المجرم تحكم عليه بالإعدام قبل 10 سنين. واحد الشخص اللي كان معروف بالقسوة ديالو وبالتفاصيل الوحشية في الجرائم اللي كيرتكبها. باش يعرفوا المصدر ديال التسجيلات بداو يتبعوا إشارات البريد الإلكتروني، وصلتهم لواحد الكراج مهجور برا المدينة بعيد على كاع الأنظار. المكان كان ظلام عامر بالغبرة ومكرفس. حلوا واحد الباب ديال الحديد مسطي وهبطوا واحد الدروج تحت الأرض باش يوصلوا لواحد البيت صغيور. هاد البيت كان فيه كرسي، ميكروفون وحاسوب خدام، وما كاين حتى شي واحد. الأغرب من هاد الشي لقاو في الأرض دم قديم ناشف، وبعض البقع كانت مازال شوية جديدة
بحال إلا شي حاجة وقعت مؤخرا. من بعد التحاليل كيتبين أن داك الدم كيرجع لداك الشخص اللي تحكم عليه بالإعدام قبل 10 سنين. ومن بعد أيام قليلة بدات كتجي تسجيلات جديدة من نفس الإيميل، والصوت كان هاد المرة كيضحك بكل هدوء بحال إلا كيستمتع وكيقول أنا ما كنتخباش، أنا غير كنتسنى. آخر تسجيل كان قصير بزاف لكنه قطع أنفاس الجميع الصراحة. دابا وليت عارف شنو غادي ندير. من داك النهار كلشي سكت، لا البوليس ولا الإعلام ولا كاع الناس ديال المدينة اللي عاشوا هاد الغموض وهاد القصة هادي. واش ممكن واحد يتحكم عليه بالموت وما يموتش؟ وشكون سجل هداك الصوت؟ واش بعض الحقائق خصها تبقى مخفية؟ وشنو غادي يوقع من بعد؟ في نظركم واش هاد القصة حقيقية ولا لا؟ شاركونا الرأي ديالكم في التعليقات. كاملين فايتنا سمعنا قصص ديال الناس اللي خرجوا من ديورهم وما ولاوش رجعوا، اختفاو بلا ما يخليو حتى شي اثار، واختفاو بلا ما يكون حتى شي سبب واضح وراء الاختفاء ديالهم. فهاد القصة هادي ديال واحد الشابة اللي خرجات وما ولاتش رجعت للدار، وحتى هي اختفت في ظروف غامضة. القصة الثالثة، القصة ديال واحد السيدة خرجت في نهار عادي من الخدمة وخدات الطريق للدار ديالها، وهي مولفة ديما كتعلم الأم ديالها إلا كانت تمشي شي بلاصة. هذيك النهار كتبت ميساج للأم ديالها وقالت لها راني خرجت من الخدمة وغنجي ديريكت للدار. الأم ديالها بقات كتسنى مدة وما جاتش، حتى 12 الليل قررت الأم ديالها أنها تمشي تشوف البوليس. البوليس قالوا لها سير الحاجة، راه تقدر تكون طلقات شي صاحبتها ونسات الوقت ونسات ما تعلمك، راه دابا هي رجعت، وإلا ما رجعتش رجعي عندنا الغدا الصباح ان شاء الله. وداكشي اللي كان. الام رجعت لغد لي عند البوليس وقالت لهم بنتي الليل كامل ما بانتش، عفاكم ديروا معايا شي حل. قالوا لا واخا، عطينا النمره التليفون ديالها وحنا نشوفوا نحددوا الموقع ديالها باش نعرفوها بالضبط فين كاينه. ملي جاو يحددوا الموقع لقاو ان اخر موقع معروف كان قريب شويه للدار وفي واحد الزنقه اللي كتكون ديما عامره، فيها محلات الناس وحتى الكاميرات مراقبه. الكاميرات بينوا ان البنت كانت كتمشى بهدوء وكتوقف كتشوف التليفون ديالها وتكمل طريقها. المحققين بداو كيتقصاو الاماكن اللي كانت في المسار ديالها، محلات، الزناقي الجانبيه واي كاميرات ممكن تصور الطريق، حتى كاميرات المتاجر الصغيره المجاوره ما بان منها حتى شي تحرك غريب ولا شي حاجه كتلفت الانتباه. غير في لحظه صغيره خرجت من الكادر ديال واحد الكاميرا وما بقاتش كتبان. من بعد التحريات عرفوا ان هذيك الزنقه فيها شوارع جانبيه ضيقه بزاف، اماكن خاويه من الماره ما فيها حتى شي واحد، ممكن اي شخص يختفي بلا ما يشوفوا شي حد. المحققين جربوا كاع السيناريوهات، حديث صغير ما تحلش، محاولة سرقة أو سطو، تسلل شخص مجهول من الشارع الجانبي، ولكن ما كانش شي دليل واضح على هادشي كامل. أيام والأسابيع كتدوز والدنيا خدات المسار ديالها المعتاد، ولكن الأم بقات كتسنى، وكل ليلة كتضوي الصالون وكتخلي الباب شوية محلول، كتقول إلا رجعت بنتي تلقى الضو بعدا مشعول والباب محلول. القضية بقات مفتوحة وكل تحقيق ما وصل حتى شي حاجة، حتى دابا ما كيعرف حد شنو وقع ليها. القصة كتخلي كل واحد يسول واش هاد الاختفاء ممكن يكون طبيعي، واش كاين شي شخص مجهول تدخل في هادشي، واش ممكن يكون حديث بسيط مازال ما تعرفش. في نظركم نتوما شنو هو السبب اختفاء ديالها؟ هنا غادي نكون وصلنا لاخر الفيديو. شكرا لكم بزاف على المتابعه، ولي كنتي وصلتي حتى لهنا ما تبخلش علينا بواحد الكومنتير وتقول لنا اش من قصه في نظرك هي اللي صحيحه وعلاش، واش القصه الاولى الثانيه ولا الثالثه. ولا بغيتي تدعم القناه يمكن لك تخلي واحد اللايك ودير متابعه وتفعل الجرس باش يبدا يوصلك كل جديد ديالنا ان شاء الله. وانا غادي نقول لكم الى اللقاء،
ونتلاقاو ان شاء الله غدا في فيديو جديد وقصة جديدة وتحدي جديد. مع السلامة.